أهلا بيكم في جولتنا الجديدة اللي بنغوص فيها في الأفكار المهمة. النهاردة هنركز قوي على كتاب ستيفن بارتليت الأخير The Diary of a CEO. ستيفن بارتليت طبعا معروف جدا يعني. أكيد، كرائد أعمال ناجح ومستثمر، وطبعا البودكاست بتاعه مشهور جدا، وده بيخلي كتابه مصدر غني قوي بالتجارب والأفكار. بالظبط. هدفنا النهاردة إننا نطلع منه بشوية قوانين عملية كده ممكن للوهلة الأولى تبان غريبة أو عكس اللي متعودين عليه، هي فعلا فيها حاجات تخض شوية. بس هي قايمة على تجاربه ومئات الحوارات اللي عملها. الأفكار دي حقيقي ممكن تخلينا نعيد تفكير في حاجات كتير. يلا بينا نبدأ؟ يلا بينا. والمميز في الكتاب ده زي ما كنت بتقولي إنه مش مجرد نصائح كده وخلاص، لا هو منظم مقسم ل4 ركائز أساسية: الذات، القصة، الفلسفة، والفريق. تمام. فإحنا النهاردة هنركز على كام قانون كده ممكن يكونوا الأكثر إثارة للدهشة، اللي هو يخلونا نفكر بشكل مختلف فعلا ونشوف إزاي ممكن نطبقها. حلو جدا. نبدأ بأول قانون فعلا لافت للنظر وممكن يقلب مفاهيم كتير. أكيد. القانون الثالث في الكتاب تبع ركيزة الذات بيقول ببساطة: لا تختلف أبداً. إيه ده؟ غريب جداً. يبقى غريب طبعا. يعني إزاي ممكن تقنع حد أو تحل خلاف من غير ما تقول إنك مختلف؟ بارتليت نفسه بيحكي عن تجاربه الشخصية. حكى عن خلافاته مع والده ومع صديقته السابقة. بالظبط. وإزاي إن أسلوب المواجهة المباشرة ده أو الاختلاف الصريح كان دايما بيفشل، بيوصل لطريق مسدود. ما هو ده ليه أساس علمي منطقي جداً على فكرة. في أبحاث زي بتاع تالي شاروت بتوضح إن المخ البشري ده عنده زي نظام دفاعي كده. إزاي يعني؟ لما حد بيهاجم وجهة نظرك بشكل مباشر، مخك تلقائياً بيرفض يستقبل أي معلومة جديدة حتى لو منطقية جداً. بنخش في مود الدفاع مش الاستماع. فهمتك. العكس بقى، لما تبدأ تدور على نقطة اتفاق، أرضية مشتركة، أو حتى بس تبين إنك فاهم وجهة نظر الطرف التاني حتى لو مش موافق عليها، المخ بيبقى منفتح أكتر، مستعد يسمع ويتحاور. يعني هو الفرق بين الخلاف الصحي والخلاف اللي بيهد العلاقات ده عشان كده ساعات بنشوف ناس بتقدم أدلة وبراهين منطقية وقوية جدا، ورغم كده الطرف التاني رافض يقتنع. زي المثال اللي محله الكتاب عن استطلاعات الرأي وقضايا زي التغير المناخي. مش مهم القضية نفسها قد ما مهم طريقة العرض. بالظبط كده. مجرد الحقائق مش كفاية لو اللي قدامك قافل دفاعاته من الأول لأنه حس بالاختلاف أو الهجوم. طب والتطبيق العملي بقى، يعني أعمل إيه بدل ما أقول لأ أنا مش موافق؟ غيري نقطة البداية. بدل لأ الكلام ده غلط أو أنا مختلف تماما، جربي تبدأي بحاجة زي أنا فاهمة وجهة نظرك في النقطة دي، أو في حتة في كلامك أنا متفق معاها وهي. أو حتى أسأل، يعني ممكن تشرح لي أكتر ليه شايف الموضوع كده؟ ممتاز. الفكرة إنك تبني جسر مش حيطة سد. لما اللي قدامك يحس إنه مفهوم ومسموع حتى لو جزئيا، بيبقى مستعد أكتر يسمع وجهة نظرك المختلفة بعد كده. وده يخلي القانون ده مش بس للشغل والمبيعات، ده ممكن يغير حياتنا اليومية كلها، في نقاشاتنا مع أزواجنا، أولادنا، زمايلنا. أكيد. إنك تدي مساحة للشخص التاني يحس بالتقدير والفهم الأول، ده فعلاً بيفتح باب للحوار. بالظبط كده. الهدف مش إنك تثبتي إنك صح وهو غلط، لا، الهدف نوصل لأحسن نتيجة ممكنة سوا. الحوار المفروض يبقى أداة تواصل وتقريب مش صراع، والبداية هي التفاهم والاتفاق الجزئي، ده بيجي من إدارة الذات الأول. الفكرة دي عن إدارة الإدراك أو البرسبشن بتودينا بقى لقانون تاني برضو بيتعامل مع الإدراك بس من زاوية مختلفة. نروح لركيزة القصة؟ أيوة، ركيزة القصة والقانون العاشر: العبث عديم الفائدة يحدد هويتك أكثر من النواحي العملية المفيدة. إيه الكلام التقيل ده؟ هو فعلا كلام يبان عكس المنطق خالص، خصوصا في البيزنس. يعني إزاي الحاجات اللي تبان غريبة وملهاش لازمة عملية واضحة هي اللي تعرف الناس بيك أو بالبراند بتاعتك أكتر من أي حاجة مفيدة وعملية؟ لا، دي محتاجة شرح. بصي، هو بارليت بيقدم مثال قوي جدا من تجربته هو شخصيا: الزحليقة الزرقاء الكبيرة اللي عملها في مكتب شركته الأولى سوشيال تشين. الزحليقة. أيوة. لو بصيت لها من ناحية الفلوس بس، قرار غريب جدا. زحليقة كلفت آلاف في مكتب لسه بيبدأ. محدش بيستخدمها تقريبا، صح؟ نادرا جدا.
لكن الزحليقة دي بالذات لأنها كانت غريبة ومكلفة ومش عملية بالمعنى التقليدي بقت أقوى أداة تسويق للشركة. إزاي بقى؟ حاجة زي دي مجرد ديكور غريب، إزاي تبقى أداة تسويق؟ هنا بقى بتيجي قوة اللي بيسموه الإشارات المكلفة أو الكاستلي سيجنالينج. عشان الزحليقة كانت استثمار كبير وغير متوقع ومش عملي، هي بعتت رسالة قوية وموثوقة جدا عن هوية الشركة. رسالة بتقول إيه؟ بتقول إن الشركة دي مختلفة، جريئة، شابة، مبتكرة، مش بتفكر زي أي شركة تقليدية. والرسالة دي كانت أصدق بكتير من أي بيان صحفي أو إعلان. فعلا الإعلام كله اتكلم عنها وقتها. البي بي سي وصفت مكتبهم بأنه أروع مكان عمل في بريطانيا. الزحليقة بقت رمز للثقافة دي. وده خلينا نفكر في أمثلة تانية زي الجيم اللي فيه حيطة تسلق عالية قوي دي. بتاعت ثيرد سبيس. أيوة، أو فنادق برودوج اللي فيها تلاجة بيرة جوه الدش. بالظبط. كلها حاجات استخدامها الفعلي قليل جدا، لكن الرسالة اللي بتبعتها عن البراند قوية جدا وبتنتشر زي النار في الهشيم. تمام، الحاجات دي بتكسر المألوف، بتخلق قصة الناس بتحب تحكيها وتشاركها. محدش هيحكي عن مكتب فيه مكنة قهوة عادية، بس الكل هيحكي عن مكتب فيه زحليقة. والتلاجة اللي في الدش دي بتصرخ بهوية برودوج اللي هي متمردة وبتاعت بيرة وكده. بالظبط، الناس بتتفاعل مع الغريب وغير المتوقع. زي ما خبير الإعلانات روري ساذرلاند بيقول، المعنى الحقيقي بيتنقل من خلال الحاجات اللي بنعملها ومش في مصلحتنا المباشرة قصيرة الأمد. التكلفة دي أو عدم الفايدة الظاهرية هي اللي بتدي الإشارة قوتها ومصداقيتها. عشان كده الشركات الكبيرة والتقليدية بتتردد تعمل حاجات زي دي. صعب قوي تحسبي ال ROI بتاع زحليقة. صعب جدا بالأرقام المباشرة، محتاجة رؤية وشجاعة من القائد إنه يستثمر في بناء الهوية والقصة على المدى الطويل. يعني استثمار في القصة نفسها. تماماً، والقصص القوية هي اللي بتخلق الولاء والانتشار الحقيقي. يعني الخلاصة هنا، لو عايز البراند بتاعتك أو حتى صورتك الشخصية تبقى مميزة ورسالتك توصل، فكر في الزحليقة الزرقاء بتاعتك. إيه الشيء غير المتوقع أو العبثي اللي ممكن تعمله ويعبر عن قيمك بشكل أعمق؟ وبما أننا بنتكلم عن طرق غير تقليدية لخلق القيمة في القصة، خلينا نروح لقانون تاني في نفس الحتة دي. أوكي. القانون الرابع عشر، الاحتكاك أو الصعوبة يمكن أن يخلق قيمة. دي برضو فكرة بتضرب في صميم الفكر التسويق التقليدي. فعلا اللي هو بيقول دايما سهل كل حاجة على العميل. القانون ده بيقول لأ، ساعات لما تصعبها شوية قيمة المنتج بتزيد في عين العميل. بالظبط. برليتا شارل حيرة مديري كوكاكولا من نجاح ريد بول، رغم أن طعمه ممكن مش أحسن حاجة وعبوته أصغر وسعره أغلى. ده يوضح أن الأسهل والأرخص مش دايما هو الحل السحري. وحكى كمان القصة بتاعت صاحبه بتاع المكملات الغذائية. دي طريفة جدا. منتجاتهم كان طعمها حلو لدرجة إن الناس شكت إنها فعالة أصلاً. لدرجة إنهم فكروا يخلوا الطعم أوحش شوية عشان الناس تصدق إن المنتج شغال. دي أمثلة بتبين إن إدراكنا للقيمة ده معقد. طب إيه التفسير النفسي بقى اللي بيخلي الصعوبة تزود القيمة كده؟ في أكتر من عامل. أولاً، مبدأ تبرير الجهد أو effort justification. نفسياً كده بنقدر الحاجات اللي بنتعب عشانها أكتر من اللي بتجيلنا سهلة. حتى لو التعب ده بسيط؟ حتى لو بسيط ومصطنع، بيزود إحساسنا بقيمة النتيجة. ثانياً، إنك تضيفي شوية احتكاك ده ممكن يقلل إحساس العميل بالذنب لو بيستخدم حاجة مختصرة ويحسسه إنه شارك أكتر في النتيجة. المثال بتاع خلطة كيك بيتي كروكر ده كلاسيكي قوي. بتاع الخمسينات. الخلطة كانت كاملة، يدوب تحطي مية، بس المبيعات كانت وحشة. اكتشفوا إن ستات البيوت وقتها كانوا بيحسوا بالذنب إن الكيك جاهز، فالحل كان بسيط جدا. شالوا البيض المجفف من الخلطة وطلبوا منها تضيف بيضة طازة بنفسها. المبيعات نطت. الخطوة البسيطة الزيادة دي حسستها إنها طبخت بجد. بالظبط. ومثال تاني رائع، المطاعم اللي بتقدم الستيك على حجر سخن والعميل يشويه بنفسه على الترابيزة. دي بتزود الاحتكاك فعلا. بس ليها فوائد كتير قوي. بتقلل وقت الانتظار، بتضمني إن التسوية على مزاج العميل بالظبط، بتحسسه إنه شارك في التجربة. والأهم، بتقلل الشكاوى وإرجاع الأطباق للمطبخ. كله نتيجة زيادة مدروسة في الصعوبة. وحتى في الديجيتال زي مواقع مقارنة الأسعار بتاعة الطيران والفنادق. ساعات فعلا بحس إنها بتأخر النتائج شوية. بالظبط، وبتظهر رسالة جاري البحث في مئات المواقع. ده بيخلق إحساس عند الواحد إن الموقع تعب وإن النتائج دي شاملة وموثوقة، مع إن التأخير ده ممكن يكون مصطنع.
فبيزود الثقة وبالتالي المبيعات. لو فهمنا سيكولوجية العميل، شوية احتكاك مدروس في الوقت الصح ممكن يكون أداة قوية جدا. يعني الدرس هنا مش إننا نعقد الدنيا وخلاص، لكن نفهم إن السهولة المطلقة مش دايماً هي الهدف. ساعات الصعوبة المحسوبة هي اللي بتخلق إحساس بالقيمة والإنجاز. نقطة مهمة فعلاً. تماما. ودلوقتي منقل بقى على ركيزة تالتة خالص، ركيزة الفلسفة، ومعاها قانون ممكن يكون الأجرأ والأكثر تحديا للمعتقدات السائدة. اللي هو القانون 21: يجب أن تتفوق على المنافسين في الفشل. يا نهار أبيض، تفوق في الفشل؟ إزاي ده؟ الفشل ده نقيض النجاح؟ ما هو القانون ده بيقلب المعادلة دي، بيقولك النجاح مش إنك تتجنب الفشل، لأ، النجاح الحقيقي بيجي من إنك تفشل أكتر وأسرع وأذكى من المنافسين. دي بتفكرني بمقولة مؤسس IBM توماس واتسون: لو عايز تنجح ضاعف معدل فشلك. بالظبط. الكتاب بيقدم الفشل على إنه مجرد فيدباك، تغذية راجعة، والتغذية الراجعة دي معرفة، والمعرفة قوة، إذن الفشل طريق للقوة والنجاح. منطقي. الفلسفة دي هي أساس الابتكار في الشركات الكبيرة اللي بنشوفها بتغير العالم. شوف مثلا Booking.com. بوكينج. بدايتهم كانت متواضعة جدا، بس تبنوا ثقافة التجريب المستمر. بيجربوا مئات التعديلات والأفكار الصغيرة على الموقع باستمرار، أغلبها بيفشل، بس كل فشل بيعلمهم حاجة جديدة عن العميل عايز إيه. ودلوقتي عندهم آلاف التجارب شغالة في نفس الوقت. أكتر من 1000 تجربة حالياً. الفشل عندهم مش كارثة، ده جزء طبيعي من عملية التعلم والتطور. وأمازون طبعاً، جيف بيزوس وجملته الشهيرة: الفشل والاختراع توأم لا ينفصلان. بالظبط. عشان تخترع بجد لازم تبقى مستعد ومتقبل إنك هتفشل كتير في السكة، وهو بيفرق بين نوعين قرارات في أمازون. قرارات تايب 1 وتايب 2. تمام. تايب 1 دي قرارات كبيرة ومصيرية صعب ترجع فيها، زي تبني مركز توزيع ضخم، دي لازم تتخذ بحذر ودراسة. إنما تايب 2 دي قرارات أصغر ممكن ترجع فيها بسهولة، زي تجربة شكل زرار جديد. ودي لازم تتشجع بقوة. بالظبط. لازم الفرق تاخدها بسرعة وتجرب وتفشل وتتعلم بسرعة جدا. قصة الأب والابن اللي في الكتاب برضو معبرة قوي. بتاعت شركات التسويق. الابن نجح أكتر بكتير من أبوه. ليه؟ لأن معدل التجارب الفاشلة عنده كان أعلى ب10 مرات. يعني كان بيجرب أكتر، يفشل أكتر، فيتعلم أسرع وينمو أسرع. كل فشل كان درس جديد بيزود خبرته. السؤال المهم بقى، طيب إزاي أي شركة أو حتى أي حد فينا يخلق بيئة تشجع على النوع ده من الفشل المنتج؟ الخوف من الفشل ده متأصل قوي في ثقافتنا. ده التحدي الأكبر بالفعل. الكتاب بيقترح خطوات عملية عشان نخلق الثقافة دي. زي إيه؟ أولاً، نقلل البيروقراطية. القرارات خصوصاً تايب 2 لازم تتم بسرعة من غير موافقات كتير معقدة. ثانياً، نمكن الفرق الصغيرة، نديهم صلاحية ياخدوا قرارات ويتحملوا مسؤوليتها، ده بيشجع على المبادرة. تمام. ثالثاً، نغير نظام الحوافز. بدل ما نعاقب الفشل، نكافئ المحاولة والتعلم من الفشل، نركز على الدروس المستفادة. رابعاً، القادة نفسهم يبقوا قدوة، لازم هم أول ناس تعترف بأخطائها وتشارك فشلها بشفافية. ده بيشجع الباقيين. أكيد. وخامساً، نشارك قصص الفشل دي والدروس المستفادة منها. لازم يبقى في منصات لمشاركة التجارب دي عشان الكل يستفيد ومحدش يكرر نفس الغلطات. يعني الرسالة واضحة، الجمود والخوف من التجربة هو الفشل الحقيقي. عدم المحاولة خوفاً من الفشل بيضيع أهم 3 حاجات: الفرص والمعرفة والوقت. بالظبط كده. الفشل المدروس هو تمن التقدم والابتكار، مش النهاية أبداً. بكده يبقى استعرضنا مجموعة قوانين فعلاً بتدي وجهة نظر مختلفة وغير تقليدية خالص من كتاب ستيفن بارتلت. قوانين بتخلي الواحد يفكر. جداً. شفنا إزاي عدم الاختلاف المباشر ممكن يكون أقوى في التواصل، وإزاي العبث ممكن يبني قصة قوية للبراند، وإزاي شوية صعوبة ممكن تخلق قيمة، وأخيراً إزاي احتضان الفشل والتفوق فيه ممكن يكون أسرع طريق للنجاح. واللي بيربط كل ده ببعضه في رأيي هو التأكيد على أهمية فهم السلوك البشري وعلم النفس. أكيد. سواء بنتكلم عن بيزنس، تسويق، قيادة، أو حتى علاقات شخصية، المبادئ دي بتشتغل لأنها بتتعامل مع طريقة تفكيرنا كبشر بدوافعنا وتحيزاتنا. فهمها بيدينا أدوات أقوى بكتير. وعشان نختم بقى، وبما إن الكتاب كله بيدور حوالين تحدي الأفكار التقليدية دي،
خلينا نسيب سؤال مفتوح كده نفكر فيه. يا ريت. في مجال شغلك أو حتى في حياتك الشخصية، إيه هي الفكرة أو الحكمة التقليدية اللي الكل ماشي بيها كأنها قرآن منزل، لكن ممكن تكون هي نفسها اللي معطلة التقدم أو النجاح؟ وإزاي ممكن نبدأ نتحدى الفكرة دي ونختبر بدايل ليها؟ سؤال مهم جدا. غالبا أكبر فرص للنمو بتيجي من تحدي الحاجات اللي بنعتبرها بديهيات. تمام. بكده نكون وصلنا لنهاية استكشافنا لمجموعة الأفكار الملهمة دي من The Diary of a CEO. نتمنى تكون الأفكار دي فتحت زوايا جديدة وشجعت على التفكير بره الصندوق. شكراً جزيلاً لانضمامكم لينا.